يا مساء الفل عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. رجعت لكم في فيديو جديد. ان شاء الله هنعمل النهارده فيديو ترتيب وتنظيف وتنظيم التلاجة، ان شاء الله يعجبكم. اول حاجة قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني. يلا بينا على الفيديو. اول حاجة دي منظر التلاجة كده في الاول، زي ما انتم ما شايفين هي نوعها وايت ويل. هي تلاجة حلوة جدا، بس منصحش اي حد يجيبها لانها ضيقة جدا جدا من جوه، هتشوفوها. بصوا طبعا شايفين الطلاطيش بتاعت العيال وايديهم اللي متوسخة، وفوق التلاجة مش نضيف خالص، والدنيا مش مترتبة جوه الفريزر زي ما انتم ما شايفين كده. وهوريكم برضو التلاجة من تحت، شايفين من كل فيلم اغنية، كل حتة في حاجة. وادي الظرف كده، والدرج مبهدل وكل حاجة مبهدلة. يلا بينا نوضب بقى التلاجة، هتتغير تماما. اول حاجة فضيت كل الحاجة كده في طبق زي ما انتم ما شايفين، وشلت كل الرفوف، فضيتها من جوه خالص. طبعا شلت الفيشة وشلت كل الرفوف وهروح اغسلهم. اول حاجة معايا طبق فيه مية نظيفة وفيه فوطة، يستحسن تكون قطن عشان تلم معايا الصابون. ومعايا برسيل جل من دون. هحط حبة في طبق تاني في مية، وعليهم طبعا خل عشان البكتيريا، وبتخلي التلاجة ما فيهاش اي ريحة، وبتخلي كل حاجة بتلمع. اول حاجة جبت الرفوف معايا كده، وهبدأ اغسلها زي ما انتم ما شايفين، وهسيبهم يتصفوا. بصوا بقى البتاع دون سيء جدا، لما بيجي اي اللي هو البخار بتاع التلاجة اللي هو بيعمله دون بيلزق فيه، ما بيرضاش بقى يطلع كده وبيجنني. قعدت احاول اشيل فيه ما اتشالش، فربنا بقى الهمني بالفكرة دي. البتاعة دي مش عارفة اسمها ايه، شالتهولي على طول. كنت عمالة بقى بعد ما جرحت فيه بسكينة، بس الحمد لله دي شالتها لي. ودعكت كل حاجه زي ما انتم ما شايفينها هون، وسايباهم يتصفوا عبال ما اغسل التلاجة. دي بقى التلاجة من جوه فضيتها. ادي الميه اللي بالصابون وبالخل، وهدعك بقى كل حاجه بليفه نظيفه، مش بتاعه المواعين يا جماعه، تكون ليفه نظيفه خالص. حتى الفوط اللي انا بستخدمها للتلاجة بتبقى بتاعه التلاجة بس، بعد ما بغسلها بطبقها واشيلها، ودي بتاعه التلاجة بس، ما بستخدمهاش في اي حاجه تاني. وهبدأ بقى اصبن كده زي ما انتم شايفين كلها من فوق ومن تحت، واللرفف والفوطة اللي بالمية. انشف الصابون وارجع اغير المية، انشف الصابون وارجع اغير المية. وادي كده بصوا التلاجة بعد ما نطفت بقت زي الفل ازاي. ما شاء الله بقت جميلة. وهنبتدي نفرش المفارش. طبعا المفارش اللي انا جبتها دي حلوة وكل حاجة، ولكن اتخميت فيها ان هم صغيرين جدا، فاضطريت احط اتنين جنب بعض والزقهم. وفرشتها كلها كده بالمفارش. كده بقى خلصتها واوريكم بقى كله. اول حاجة فرشتها من فوق وصبنتها طبعا من بره وكل حاجة، وحطيت في المنظم دون العسل والطحينة والعسل الابيض. ومن ورا البتاع بتاعت الشوربة دي القديمة حاطة فيها لوند زي ما انتم ما شايفين كده، وفرشت عليها المفرش ده. دي كده هي من بره شكلها جميل ولذيذ قوي. الحاجات اللي بتتباع دي حلوة قوي، مبهجة كده، بتفتح النفس انك تفتحي التلاجة. وطبعا بصوا بقى نضفتها خالص من بره، وشلت كل الحاجات اللي مش حلوة اللي عليها بقى. وطبعا ركبت الحاجات دي على الايد، هوريها لكم. نفتح بقى بسم الله الرحمن الرحيم الفريزر. اول حاجة انا ما بحطش لا اللحوم ولا الفراخ ولا اي حاجة هنا هون، انا بحطهم في الديب فريزر، وبسيب ديا كده ايه للحاجات الخفيفة. دي لحمة مفرومة معصجة. انا بعمل ايه؟ بحط دايما الحاجة في الكيس البلاستيك وجوه العلبة، عشان لما اجي اطلعهم يفكوا، اطلعها بره الكيس واقوم فرداها كده فبتتفك بسرعة. ودي زبدة، والعلبة البينك دي مش فاكرة والله فيها ايه. دي كده علبة فيها قشطة وفيها جبن بتاعة البيتزا، وفيها ده كيس لبن اهون، ده اللانشون، وفيها جبنة شيدر، واحطهم كده على جنب. وفي بقى زبدة، وفي العلبة فيها توم فوق وقفلاها وقشطة.
تحت بقى البوكس دي ميه، عشان احنا بنحب نشرب ميه ساقعه الشتاء الصيف داخل. ده رز باقي معايا من خلطة المحشي، فقلت اسيبه ادخله. والباسكت البينكي ده حاطه فيه العيش. والجبنه الموتزاريلا دايما انا بوقفها كده عشان ما تعجنش، دي اسمها جولدن ديري، حلوه جدا. والباسكت ده فيه الفينو، ده فطير. وده فطير اللي هو البلدي ده، اللي هو فطير مشلتت يعني. والفطير العادي اللي هو بتاع اللي هي القرص دي، وفينو ودون كايزر. في مكان في الجنب هنا لو عوزت احط حاجة زي ما انتم ما شايفين كده اهو. وده تنظيمي دي الفريزر، ما بحبش اخليه زحمة. ده كيس بشاميل، ودي حتة ليا عشان بستخدمه في الشاورما. وبقى معايا كيس بشاميل كده فما برمهوش. دي سمبوسة، دي السنبولة حلوة قوي، بس بعد ما تفتحيها بلفها بستريتش عشان ما تنشفش. حتى لما بيكون انا بجيب الجلاش اللي هو البلدي فبيبقى كتير قوي، فاللي بيتبقى برضو معايا بلفه بستريتش لحد ما اجمع شوية، ممكن يعملوا صينية او اعملهم حاجة حلوة اهو. بس كده. تحت معايا ده الفلفل الاسود، دايما بحطه في الفريزر عشان ما يبص وريحته تفضل فيه. معايا فول وطماطم، وده جنزبيل فريش. انا بجيب الجنزبيلة كده كبيرة، وبقطعها حتت صغيرة على قد الاستخدام، وبحطها في كيس زي ما انتم ما شايفين كده. ولما اجي استخدمها بقطعها زي ما انا عايزة، او ببشرها بالمبشرة الصغيرة واستخدمها. بيفضل معايا بالسنين في الفريزر، ما بيجرالوش اي حاجة. وحطاه كده زي ما انتم ما شايفين في العلبة ده كرفس، عشان مش بلاقيه على طول، وبحب استخدمه في السمك او شوربة الخضار. فبقطعه كده وبحطه في العلبة وفي الكيس، بيفضل زي ما هو مش بيجراله اي حاجة. اول ما بينزل الشوربة او في السمك بيرجع للونه الطبيعي وبيخضر وبيبقى جميل قوي. ودي كده اللي هو باب الفريزر زي ما انتم ما شايفين كده. ده بقى بتاع العيش عشان اجيب عيش. وفرشت اللي هي المفارش قلت بقى افرشها دي وخلاص، لان التانيين ما قضوش. وايدي التلاجة دي كانت حتتين كده جايين معاها، فانا لزقتهم على باب التلاجة بمسدس الشمع. بصوا ده لزقته من جوه كده بمسدس الشمع، ومن بره بمسدس الشمع. قلت لما بيجوا يتفكوا مش بيحصل لهم حاجة. ده بقى التلاجة من جوه. ده الباسكت ده حطيت فيه الجبن، بس بقى هشتري لسه، ما عنديش غير جبنه رومي. وحلو قوي بقى، شايل كده الجبن وشكله حلو. ودي جبنه بيضه، وده الزيتون. ودي المورتا اللي بتبقى في السمنه، بحبها جدا قوي. وده كده الرف اللي تحت التلاجة اول رف بقى بحط دايما فيه اللبن واي حاجه ما تكونش بتطلع ريحه عشان اللبن. البساكت او الباسكت ده حطيت فيه البيبسي والحاجات والتاني حطيت فيه الخضرة والكابوتشا. المفارش بقى دي عيبها ان هي بتتحرك مع الازاز. والرف والباسكت ده حطيت فيه السمنة البلدي. انا عندي العلبة الكبيرة بحطها في الديب فريزر، وبطلع في العلبة دي على قدي. وحطيت فيها برضو الشوكولاتة اللي هي قابلة للدهن دي. وزي ما انتم شايفين انا بحبش التلاجة تبقى زحمة خالص، بتضايق، عشان يبقى عندي مكان للحلل وكده. الباسكت دي طبعا انا اتخميت فيها، ما مرضتش تيجي عندي في الدرج خالص بالعرض، فجت بالطول كده. حطيت في واحد الطماطم، وواحد الفلفل والفلفل الحراق. وما جاش هنا اي باسكت، فحطيت السبت ده كان عندي، حطيت فيه الخيار والجزر. وطبعا بفرش مناديل تحتيها عشان تمتص كل الرطوبة. وبس كده. انا مبحبش التلاجة مليانة خالص يا جماعة، عشان لو عايزة احط حلة احط حاجة تبقى في مكان.
اول حاجة بقى ده الرف بتاع البيض. انا بحب افرش منديل تحت البيض كده عشان دايما البيض بينزل حاجات كده، فاخده وارميه على طول ويبقى البتاع الرف نظيف، ما اتعبش فيه. وبيعمل ريحة كمان، حاجات اللي بتنزل دي بتعمل ريحة. وده حاطه فيها علبة فيها الفانيليا والبيكنج باودر، وده الادوية بتاعت ولادي. ودي علبة فيها اللبوس والحاجات دي بتاعت ولادي، وحاطه فيها كيس فانيليا فتحاه عشان يطلع ريحه في التلاجة. ودي علبه حاطه فيها بواقي الكاتشب اللي بتيجي مع الدليفري، والشوكليت شيبس في برطمان. دي الكريمه، وده شوكليت كده، وده الكاتشب، ده الصويا صوص والليمون والمستردة والمالوكس طبعا عشان بيجيلي حموضه جامده. الصويا صوص يا جماعه خلي بالكم عشان دايما بينقط وبيدهول التلاجة، فبلفه بستريتش كده عشان ما يدهولش الدنيا. ودي كانت ازازه بيبس مش لاقيه لها صاحب، حطيتها هنا. وده المايونيز واللبن. مالوكس ده هايل هايل يا جماعه، بس بحبه ساقع. ودون بقى دور رف الميه، وحاطه فيه النعناع عشان بحب اعمل ليمون بالنعناع بيبقى حلو قوي. وبس كده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون مفيد ويديتكم افكار انك ترتبوا التلاجة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوني.